ويهدد بالتصعيد للفيفا. بعد ما احمد شديد قناوي راح النادي الاهلي وحقق رغبته وقال ان احمد شديد قناوي هيروح يلعب، ده انا سمعته بشكل شخصي، سمعته في التلفزيون، قال اللي هيبقى عايزه احمد شديد هيعمله، او هيبقى عايزه يعني، وهيروح النادي الاهلي لو عايز كده ان شاء الله يحصل بالنسبه له، وحصل اللي هو عايزه احمد شديد قناوي. بس النادي المصري ما خدش اللي هو عايزه، وعلى الاقل كان يبقى فيه مثلا صفقات تبادليه، في شويه دبلوماسيه، حاجات تحصل. ما حصلش الكلام ده. وعلشان النادي الاهلي خد احمد شديد قناوي بالطريقه اللي ارتضاها اللاعب والنادي الاهلي، الاستاذ كامل ابو علي من الممكن ان يصعد الامر الى المحكمه الرياضيه او الى الفيفا في حاله ان اتحاد الكره ما ردش عليه. في كلام ان في مستحقات ماليه نظرا للاحداث اللي فاتت، في غرامات وفي خصومات اتعملت على النادي المصري. الراجل بيقول طالما كده الاحداث وبتتكلموا على الاحداث يعني في فلوس بقى لينا او في فلوس علينا، المفروض بقى ايه ما تدفعش، وبتفاوض بهذه بشان هذه الامور. لو هنتكلم على المصري، يمكن انا الخبر يمكن عندي بعد كده عايز اقول لكم عليه، ان محمود شاكر عبد الفتاح راح مكان احمد شديد قناوي النادي المصري في صفقه انتقال حر. طبعا هو كان بيلعب في نادي الاتحاد، ويمكن محمود شاكر كان حزين جدا ان هو يمكن كل الانديه المصريه اتكلمت معاه، ونادي الاتحاد السكندري مخلصش معاه بشكل فعلي، وهو النادي اللي تالق فيه. فاحمد شديد قناوي مشي من المصري، جه لعيب هايل محمود شاكر ما يقلش عن احمد شديد قناوي، واضافه ايضا للنادي المصري بكل المقاييس. استاذ كامل ابو علي راجل بتاع بيزنس، يعني بيفهم في البيزنس كويس، عارف بمنطق تجاري ممكن يعمل ايه وما يعملش ايه، ولكن هو الراجل كان عايز يوصل لديل او اتفاق مع النادي الاهلي من الممكن ان هو يحقق له بعض المكاسب الفنيه، اعاره لعيبه تروح ولاعيبه تيجي وتدفع فلوس وحاجات كده. ولكن بعد ما احمد شديد طالب بحقه، هو خلاص الراجل قام جايب محمود شاكر عبد الفتاح ظهير ايسر متميز للنادي المصري لينضم ليكون صفقه مهمه جدا. ومبروك على جماهير النادي المصري هذا اللاعب محمود شاكر عبد الفتاح، ولان محمود كان من اللعيبه اللي كانت ممكن تروح النادي الاهلي في وقت من الاوقات، لان كان الكلام عليه بعد تالقه مع نادي الاتحاد السكندري. الصفقات كتير والانتقالات، واللي قلت لكم على القصه ديت مش هخلص، يعني هيبقى قدامي يمكن